متعودة طول عمري ان انا استضيفها، ولما كنت دايما بستضيفها بعد مسلسلها في رمضان اول دعوة على السحور كانت بتبقى من اعلى الحلقات، بتكسر الدنيا، بيكون وشها حلو عليا، وبتفتح بقى ايه الشهر كله، بتبقى شهر جميل وحلقات حلوة وبتعمل لي نسبة مشاهدة عالية جدا. بقت مذيعة زميلة، فأنا المرة دي مش أنا اللي هبتدي الحوار، ولكن سأترك الميكروفون للإعلامية الكبيرة المنافسة فيفي عبده. منورة يا بوسي. أولا بوسي وشها وش السعد على كل الناس، مش محتاجة كلام. اللي أنا عايزة أقوله إن هي إحنا المبخاتين بيها. بوسي جميلة جدا وإنسانة حبوبة قوي وفنانة قوي وبتحب مصر قوي قوي قوي. 5 قوي يا جماعة، والله العظيم 5 اموا من انا وبوسي الشلبي. بوسي حبيبة قلبي، النهاردة احنا جايين النهاردة الحفلة الاحتفالية اللي موجودة النهاردة. طبعا انا بهنيك على اجتهادك اللي انت عاملاه النهاردة في الاحتفالية الجميلة اللي معمولة، وبالذات معهد راشد والامارات، وقد ايه الامارات وقفت معانا، وقد ايه بتحبنا، وازاي العالم العربي كله بيحبنا. دي مصر هليوت الشرق. طبعا النهارده احتفاليه جميله جدا، وعوده صفاء ابو السعود دي بالنسبه لنا، ومحمد فؤاد وطبعا الجسمي. ايه يا جماعه الحفله الجميله وذات الاحتياجات الخاصه واللي عملوه النهارده حاجه عظيمه جدا ما شاء الله. دموعك نازله يا فيفي، انت لازم تعملي حلقه في برنامجك تجيبيهم يا فيفي باذنك يا رب ان شاء الله لازم. والسيده طبعا بنشكر السيده العظيمه مريم عثمان القايمه على ذات الاحتياجات الخاصه لمعهد معهد راشد في الامارات في دبي. انا عايزه اقول ان منورين مصر. انت رحتي وانا رحت المركز ده، انا رحت يعني انا عايزه اقول لكم عاملين لهم اللي لا يعمل، وان شاء الله في مصر هتبقى كده باذنك يا رب. باذنك يا رب احنا عيانين هنخف وهنبقى كويسين قوي باذنك يا رب. باذنك يا رب. احكي لي احساسك بعد ما بقيتي دلوقتي مذيعه والناس بتشوفك كل يوم ومتابعينك وبتعملي حوارات وسبق وتجيبي نجوم مش بتطلع في اي حته وعندك حصريات. احساسك ايه بالمهنه الجديده اللي دخلت على اولا البرنامج ده خفيف وخفيف على الناس، مش وده احسن حاجه ان انا يعني لما وافقت ان احنا فعلا برنامج خفيف وبيقدم فقرات نماذج من الفنانين الموجودين في مصر، او اذا كنا في تعليقات بين الزوجه وبين البيت المصري او عامه البيت العربي في كل انحاء العالم يعني. فده بالنسبه لي كان موضوع خفيف ولذيذ، والناس كلها تحب المواضيع دي، بالذات ان احنا طالعين من تعب جامد جدا يعني. انت منوره يا بوسي. بتلاقي نفسك فيها؟ اكيد طبعا. انا يعني حتى السنه دي ما عملتش مسلسلات لاني 4 ايام في الاسبوع ببقى على الشاشه في الهواء على الهواء. حاسه ان كفايه قوي. ما رضيتش اوافق ان انا اعمل اي مسلسل. انا عارفه انا بتجهز لك انت وسميه حاجه ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب. سميه كاتبه على انستجرامها قالت انتظروني بعد رمضان مع فوفا حبيبتي. حقيقي دي حقيقه فعلا. احنا بنعمل عمل كويس قوي ان شاء الله مع طبعا الصحفي المخرج الجميل جدا جدا استاذ مجدي ابو عميره باذنك يا رب. وبنجهزه على اساس ان مش ما بقاش دلوقتي مع عمليه رمضان والله يا بوسي يعني ممكن في مسلسلات نجحت الفتره بالظبط. يعني لازم يعني مثلا لما عملت الحياه والسراب انا وسميه برضو حبيبه قلبي عملنا رمضان لوحدنا. يعني العمل الكويس بيفرض نفسه في اي وقت، فاحنا قلنا ان شاء الله بعد رمضان هنخش نصور المسلسل ان شاء الله. ومسلسلك مع هيفا هيظهر امتى؟ والله يا رب يعني هو المفروض انه خلص، فاضل لها هي 10 ايام تقريبا او كده، وانا فاضل لي 3 مشاهد او 4 مشاهد. يعني انا بالنسبه لي خلصت، بس هي بقى عشان يمكن الظروف تنزل يمكن مسلسلها الثاني. ما كانش فيه مسلسل، بس هي كان الظروف بتاعت البلد ان ما قدرتش تصور الخارجي وعشان كده، لكن ان شاء الله هترجع وتصور طبعا المسلسل ولازم يطلع للنور، مش عايزه كلام. وبعدين عايزه اقول لك المسلسلات يعني في مسلسلات قعدت في العلب وطلعت كسرت الدنيا. فده مش مشكله يعني ان شاء الله. رمضان السنه دي ممكن هتتحرموا من في مسلسل بتنتظروه، وانا هتحرم منها في الحفله اللي بعملها بعد انا اجي اعمل لها الحفله يعني بجد تيجي تعمليها من غير مسلسل البرنامج على نجاح البرنامج، لان انا بحب ابتدي بيكي بتكوني قاعده بالساعه لازم يكون مسلسل خلاص. بس اوعدكم ان احنا هنبتدي معاها بعد رمضان على طول في اللوكيشن وهي بتصور مسلسل باذنك يا رب. واقول لكم 5